السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلويات كده سهلة وحلوة، ويعني مش بتحتاج فرن ولا حاجة. كلها المفروض انها على البارد ان شاء الله، يعني الا حاجة واحدة بس هتتعمل بس على البوتاجاز من فوق يعني، وسهلة وبسيطة. حلوة جدا في الصيام بما اننا خلاص داخلين على 10 الأوائل من ذي الحجة. كل سنة وكلنا طيبين يا رب، كل الأمة الإسلامية بخير يا رب، وينعاد علينا بالخير واليمن والبركات يا رب. الحلويات دي هي مش حلويات، يعني هي حاجة كده بتدي طاقة. حلوة جدا في السحور. كان هي المفروض انها وصفة تونسية، كانوا بيدوها زمان، يعني بيعملوها في ايام الحرب، يعني يدوها للاطفال عشان الجوع، وفي الصيام بيتسحروا بيها علشان الجوع. بتدي طاقة، ومش بتحسسهم بالعطش، يعني هما كانوا بيعملوها في الحرب بيدوها للجنود وكده عشان مش تحسسهم بالعطش. فاحنا هنعملها النهاردة، هي طريقتها سهلة جدا، هنعملها سوا وهنشوف هنعمل ايه. اول حاجة محتاجة ربع كيلو سميد قده عجوة، او اقل حاجات بسيطة، يعني ممكن 200 جرام عجوة ماشي. وهنجيب الاول السميد، هنحطه على النار، على نار هادية، وهنقعد ايه نحمص فيه لحد ما يدينا درجة اللون البني، تكون درجة لونها بنية كده، وهو في طاسة على النار من غير اي مادة لاصقة، يعني لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. ماشي، هنقعد ايه نقلب ونحمص ونقلب ونحمص زي كأننا بنعمل السمسم، كأننا يعني بنسخن سمسم كده على النار. تمام، هنقعد بقى نعمل كده، نقعد نحمص فيه وعلى نار هادية اهم حاجة عشان مش يتشعوط مننا بسرعة. وكمان كل ما اتعمل على نار هادية كل ما عاش معاكي اكتر، لان هي دي مش بتتحط في التلاجة، بتتحط بره عشان مش تجمد يعني وكده، فبيحافظ عليها مدة اطول. فاحنا هنقعد بقى ايه نقلب 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 على نار هادية كده. بنحتاج ده دقيق السميد يا جماعة، دقيق السميد عادي او هو اسمه دقيق فرخة في بعض الدول العربية التانية اسمه دقيق فرخة. احنا عندنا ده المتوفر عندنا، هو بالشكل ده اهو، مرمل كده عامل زي الرملة. هما معظم وصفاتهم كلها بالدقيق ده. احنا عندنا بالدقيق العادي يعني، بحس ان الدقيق ده اصح، مش عارفة ليه. وبيبقى خفيف شوية يعني، معظم وصفاتهم هتلاقوها بالدقيق ده. جربت وصفات عربية كتير وبلاقيها معظمها بالدقيق اللي زي ده، حتى لما بيجوا يعملوا المعمول اللي هو شبه الكعك عندنا مدخلين فيه الدقيق ده، يعملوا القطايف مدخلين فيها الدقيق ده اللي هو السيمولينا عندنا، دي سيمولينا او دي السميد اللي احنا عندنا اصلا بنعمل بيه الهريسة. طبعا هي هتاخد وقت على النار، هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتتعمل على النار، ان احنا بس هنسخنه. هنديله زي تحميصة كده. هم عندهم بيحطوا قد الدقيق عجوة، او اللي هو البلح زي البلح الرطب كده او حاجة زي كده. بس انت لو عايزة تقلي عن العجوة شوية عادي، انا عن نفسي هقل العجوة، مش هحطها نفس الكمية لان انا مش بحب الحاجات المسكرة اوي، بحاول اقل فيها يعني. الوصفة دي بقى حلوة جدا في السحور، مش تخليكي تحسي بعطش، تدي طاقة لأولادك في الشتاء ودفء، وحلوة جدا كمان علشان المناعة. العجوة اللي فيها حلوة يعني للأطفال، لو اديتها لهم الصبح وهم رايحين المدرسة، أو تديها لهم معاهم. ويا بقى لو اديتها لهم في السحور في رمضان. دي بقى أنا قلت ألحق أعملها علشان الصيام، بما اني اصلا يعني مش بتسحر او مش بلحق او كده، فهعملها واسيبها في البيت، يعني اخد واحده مثلا ولا اتنين كده في السحور بالليل. عايزه اقول لكم ان هو بدا يلون من تحت اهو، شايفين؟ اهو. نخلي بالنا، هي الطاسه واضح انها صغيره شويه عشان ممكن يتحرق مننا، يعني احنا هنقعد نقلب نقلب. انا بقى هخلص عشان مش هتلخم
بالكاميرا، ولما هخلص الدرجة اللي انا عايزاها اللي هو لون ذهبي كده، مش عايزاه يسود ولا يغمق جامد، عايزاه يديني لون ذهبي محمر كده زي الكنافة كده. بعد ما اخلص التقليب بصوا شايفين اللي بيطلع ده اهو بيتعمل من تحت، واتاكد انه كله اتحمر على نار هاديه زي ما قلنا، مش يتشعوط منك، وعلشان يديكي نتيجه افضل. بعد ما اتاكد ان هو اتعمل هرجع لكم تاني. انا طفيت عليه وسبته ياخد من سخونيه الحله، قصدي الطاسه، ويستحسن تبقي تحطيه في طاسه واسعه شويه، علشان انا كنت مش عارفه اتمكن منه، وكنت حاسه هيندلق مني يعني. فانا برضو استنيت لما الطاسه بردت شويه ماشي، قلت يعني مش سبته تمام التحمير، لا بقيت التحمير خليته ياخد من الطاسه نفسها لحد ما لونه بقى زي ما لون الرمل زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام. هنعمل بقى المرحله الجايه؟ هنجيب بوله ونروح حاطين فيها اللي هو السميد ده، وهو سخن كده هنروح حاطين عليه العجوه. بعد ما حطينا السميد، انا هنا كنت يعني مدوبه العجوه في شويه زيت، وبعد عايزه بقى تعمليها على النار ماشي، عايزه تعمليه بايدك ماشي، وبعدين رحت حاطه عليها 150 جرام زبده، او ممكن 100 جرام عادي، يعني لو مش حابه تكتري الدهون، اي نوع زبده عندك عادي. تمام. وهروح بسم الله الرحمن الرحيم، والسميد سخن اهم حاجه علشان يتقلبوا كويس. فانا مش هعرف اعمل بايدي عشان السميد سخن، فانا جبت الهراسه اعمل بيها شويه. طبعا انت لو عندك عجان هيبقى احسن، ان شاء الله نجيبه قريب عشان يساعد انها تدوب. انا بس هنزل شويه الزبده اللي هنا دول. السبتيوله دي من ضمن الحاجات، يعني انا عايزه اقول لكم المريحه، ايديا ورجليا هي والهاند بلندر، انا جبت حتى منهم طقم سبتيوله ومعلقه تانية وكده يعني، بس مخليه دي الحاجات ودي الحاجات. لسه مش فتحتهم. السميد خلي بالكم مولع، يعني هو لازم يتعمل هو سخن، فعشان كده بقول لكم الهراسه هتبقى احسن حل، لان لازم يعني يتعملوا في بعض وهو سخن كده. ممكن بقى في ناس بتحط يعني ممكن تحشيها، عايزه تحشيها اي حاجه، سوداني، سمسم. انا بقى عشان اكمل القيمه الغذائيه وتبقى مفيده وتدي كالسيوم وكده، هحط سمسم متحمص جاهز يعني. عايزه اقول لكم ان يعني ممكن حد يقول لي ان العجوه بقى فيها سمسم، لا العجوه اللي ما عندي مش كان فيها سمسم، فانا هجيب شويه سمسم وارصه فيها عشان يتقلب معاها بالمره. انا جبت السمسم اهو، هحط بقى الحبه اللي انا عايزاها، مثلا نص كوبايه، نص كوبايه كده، وهقلب، هكمل تقليب بيه، خليه يتغلغل في كل المكونات كده. بصوا بقى هي بردت شويه، هحاول اعملها بايدي انا. لازم تقعدي تقلبي فيها لحد ما السميد يتشرب كل المواد السائله دي انا مش مستحمله حرارتها عشان ايديا متعوره كمان، لسه ما بردتش، وفي برص صغير قعد لي كده في الحاجه بيقول لي ولا بتقول لي هي لازم يتعجن شويه حلوه كده، يعني كاننا بنعجن حاجه، لازم تتعجن علشان كل المواد تختلط ببعض. بصوا بقى، بصوا شكلها بعد ما خلصت، يعني فيها لمعه، تحسوها كده عامله زي الذهب كده. انا بقول عليها انها اسمها الحلوى الذهبيه يعني. بصوا هنعملها بقى كور، تقدري تعمليها كور او تشكليها اشكال زي ما انت عايزه. يعني انا مثلا هكور كور، مثلا اطلع اشكال كده طبعا اشكالي المفضله اللي انتوا حفظتوها، بس هنعملها كور صغيره.
نقدر نعملها مثلا هنا. اي نوع اشكال عندك تقدري تحطيها فيها، اي قالب ماشي اهي. هي طبعا الكلام مش هيبان بس المهم الشكل يعني. وبتسيبيها تبرد ونشوف شكل تاني مثلا القلب. بسم الله. تضغطي فيها. طبعا هي لما بتبرد المواد الدهنية اللي هي الزبدة اللي فيها بتخليها ايه تمسك بعد كده ماشي. ادي شكلها تحفة، ده غير طعمها والله يعني رهيب. بصوا بقى انتوا ممكن تحطوا لو عايزين عسل نحل او اي حاجة عادي برضو يعني، ممكن تحطوا اي حاجة تحلية مش هيبقى اكتر من معلقة معلقتين بالكتير صغيرين يعني، لانها هي مسكرة مش محتاجة اهي. بس بعمل كور عشان ايه ادخلها هنا. انا بس بوريكم الفكرة، هقفل بقى وارجع لكم تاني اوريكم بقية الاشكال بعد ما خلصت. ادي الشكل اهو، هخلص بقى وارجع لكم تاني. انا كده اكون خلصت رفيس. بصوا دي شكلها اهو، الكميه بتاعت الربع كيلو طلعت معايا ما شاء الله. ده كله 18 قطعه، ده غير اللي اتاكل يعني. فكميه حلوه. وبعدين دول قطع سميكه، ممكن تقلليها انت لو عايزه، ممكن تعمليها كور تبقى اصغر. قطعه واحده او قطعتين بالكتير كفيله انها تقوم بدور سحور كامل يعني. وانا عملتها بالاشكال اللي هي زي دي، الطباعات او البصمات دي. في اشكال تانية بتبقى جاهزة كده بالايد. اي شكل عندك تقدر تعمليه بيه. لو مش عندك الاشكال يعني مش هنتعب، ممكن بالكور. بصوا اشكالها، بصوا هي عاملة ازاي، شكلها حلو جدا، بتلمع كده. والله التصوير ظالمها يعني. اشتغلت لكم الفلاش مش عارفة اهي، شكلها حلو. تتاكل بقى بعد يعني، ممكن تتاكل كده عادي، بس هتتاكل امتى؟ بعد ما تجمد. دي ممكن تحطيها في التلاجة عشان تسرعي من عمليه الجمدان بتاعتها لو احنا في الصيف. انما لو في الشتاء هتجمد منك على طول. الزبده اللي فيها او اللي هي ماده الربط اللي فيها، الزبده هتخليها تمسك، اللي هي المواد الدهنيه دي يعني، هتخليها تمسك معاكي على طول ومش تتهري منك يعني. بصوا اللي انا عايزه اوريكم قطعه، بصوا دي عامله ازاي، شكلها حلو جدا. دي مكتوب على كل عام وانتم بخير. سيبكم الشكل، بصوا يعني هي وطعمها رهيب رهيب. ممكن تحطي زي ما قلت لك اي مكسرات حشو، بس بتهيألي مش هتنفع معاكي في البصمات المكسرات يعني. يعني لو هتعملي مكسرات بلاش، لان دي السمسم اتنطور مني. بصوا طردت سمسم، او انا كنت حاطه سمسم كتير مش عارفه يعني، نطرت السمسم، نطرت سمسم كتير منها يعني. بصوا انا عايزه اقول لكم، بصوا دي كميه سمسم طالعه منها يعني. فجربوها وان شاء الله هتعجبكم. والصيام داخل بقى، وكل سنه وانتم طيبين. وانا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو عجبك الفيديو مش تنسي بقى تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومش تنسوا تجربوا الوصفه.